بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي ومتابعي ومشاهدي فيديوهات قناه كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه. فيديو جديد هنتكلم فيه ان شاء الله عن القرارات الناريه والثوريه اللي خدها اتحاد الكوره، ومن ضمنها حاجات تخص رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ولجنه الانضباط، وحاجات كتير قوي هنعرفها بالتفصيل في الفيديو ده باذن الله. في البدايه نستاذن حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه يشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار امر الكل علشان يوصلك اخطار بكل فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش علينا بعمل لايك للفيديو. على بركه الله نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده باذن الله تعالى. حضراتكم عارفين ان من كام يوم كده كان حصلت او نقول حصل يعني هجوم على كلاتنبرج رئيس لجنه التحكيم او رئيس لجنه الحكام في كره القدم، وتم اتهامه على قناه نادي الزمالك بانه راجل مثل الجنسيه. تعالوا نسمع كده مع بعض. هو كلاتنبرج فضيلك عشان يقول مدحت مصطفى يحكم يبقى حكم بار في ماتش الزمالك؟ مش فاضي للكلام ده، راجل سكران مش فاضي للكلام ده، واخد بالك؟ كلاتنبرج ده واجهه، واخد بالك؟ وحتى المساعد بتاعه اللي قاعد في شارع وولد ستريت في لندن واللي صديقته سابته من 3 سنين لاسباب تتعلق برجولته، جايبه مقعده ليه هنا في الفندق؟ هو احنا مكتوب علينا الناس دي تبقى متحكمه في الرياضه في مصر؟ فما نروحش بقى بعيد. الراجل كلاتنبرج ده بسمعته السيئه في السعوديه زي ما قال الاستاذ عبد الشافي، وسمعته السيئه في لندن، وصداقته المشبوهه. سمعتوا؟ راح لاتحاد الكوره علشان يحميه، واتحاد الكوره ما حماهوش وما قدرش يعمل له حاجه، والراجل قدم استقالته. وطبعا عارفين القصه، والراجل بره كلاتنبرج خلاص سافر بره وهيبقى عامل مشكله، والكلام ده طبعا اساء كتير للرياضه المصريه وللكلام ده كله. انا هختصر القصه دي بس في حاجه. لو فرضنا ان انت عشان تتهم واحد الاتهام ده لو عندك دليل، ادله ومستندات على دماغي من فوق، حاجه زي كده بس يكون في دليل، مش ان انا اختلف مع واحد اطلع اقول عليه كذا ومطلوب بقى ان هو يسكت او ان الناس تصدقني. طبعا يعني مش حابب اخوض كتير في الموضوع ده. بعديها بيومين 3 تم احاله رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور للتحقيق، مش علشان قال على كلاتنبرج، لا ده في واقعه ثانيه خالص، لما تطاول على محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، فرفض ان هو يمثل التحقيق وقال. تعالوا نسمع كده مع بعض. أنا بنبه السيد الأستاذ محمد عبد صالح رئيس لجنة الانضباط، بلاش يا محمد مرتضى تاني، بلاش مرتضى كان رئيس محكمة وانت كنت لسه ما اتخرجتش. ليه بلاش مرتضى؟ انت فاكر انك هتاكل معايا وانت بتقول لي بقى ايه؟ عايز مرتضى منصور احقق معاه في شكوى كهرباء والنادي الاهلي؟ بلاش يا محمد، انا مش عايز اطلعك انك ما بتعرفش في القانون. انت راجل مساعد وزير عدل، وانت متعين في لجنه الانضباط من غير موافقه مجلس القضاء الاعلى. بقول لك قدام مصر، بس انا هكلمك قانون. انت تملك انك تحقق معايا؟ انا مش من ضمن المنظومه. بلاش انا يا محمد. تاني انا مش بكلمك بقى مستشار مساعد وزير العدل، لا بكلمك انك انت موظف في اتحاد الكوره. بعت جواب عايز حق معايا انا؟ نزل لي يا ابني صور مع محمود الخطيب، نزل لي صور كده عشان افكره تاني. سمعتوا؟ الناس دي تتعرض لاهانه، فطلعت اللجنه راحت اتحاد الكوره، برضه اتحاد الكوره ما حماهاش، زي ما هو اتحاد الكوره ما حماش كلاتنبرج، برضه ما حماش اللجنه ديت. فاللجنه اتقدمت باستقالتها، وقالوا كده فقطوا بالبيان اللي هي قالت فيه. قدام حضراتكم اهو بيان لجنه الانضباط والقيم بالاتحاد المصري لكره القدم. بالرغم مما شهدته البلاد من انجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاسي وداني، الا ان المنظومه الرياضيه لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والاخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيلة وتجرد بعيدا عن اي انتماء رياضي، وتطبيق للوائح والاتحاد المصري والدولي.
لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة حقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. الله من وراء القصد. تحريرا في 26/1/2023 رئيس لجنة الانضباط والقيم المستشار محمد عبد الصالح. طبعا للأسف لقينا الإعلام بياخدنا في حتة تانية وبيقول إن اللجنة دي قالت عشان في ضغط عليها عشان ما يجازوش كهرباء، لأن هم كانوا بيحققوا مع كهرباء، في ما صدر منه في لقاء او في مباراه القمه بالاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز الاهلي 3-0، فقالوا ان اللجنه تعرضت لضغط عشان لضغوط عشان ما تصدرش عقوبات ضد كهرباء. فاللجنه استقالت. لا يا بيه، اللجنه ما استقالتش عشان كده، اللجنه استقالت علشان خاطر الاهانات اللي صدرت من رئيس نادي الزمالك في حق اللجنه. ولو حضرتك مش مقتنع مش حاجه، طب ببساطه تعالى بص على البيان اللي صدر منها. قررت اللجنه بكامل اعضائها الاعتذار عن عمليه تطوعيه دون مقابل مادي بالاتحاد المصري لكره القدم اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنه من اول بقى وتحتفظ اللجنه بكافه الحقوق القانونيه تجاه التجاوزات اللي صدرت منها. هو كهرباء تجاوز في حق اللجنه؟ هو كهرباء راح غلط في اللجنه ولا تطاول عليها؟ كهرباء دعوا لي التحقيق، الراجل تسال وراح وخضع للتحقيق وادلب اقوال وكل حاجه، لا تطاول ولا تلفظ ولا اي حاجه، لا من كهرباء ولا من اي حد من النادي الاهلي. يبقى فين التجاوز اللي طلع من هنا؟ هتقول لي لا اصل هم بيضغطوا. الضغوط مش تجاوزات، عشان تبقى حضرتك عارف الضغوط ليست تجاوزات. التجاوزات هو التدخل. خلاص؟ ولو تدخلوا في عمل القاضي اولا اذا استشعر الحرج بيتنازل عن القضيه، بس مش بيستقيل. يعني اللجنه دي عشان تبقى عارف طبقا لقائمه طبقا للائحه الانضباط ممكن قاضي واحد يحقق، وممكن اللجنه كلها تبقى مجتمعه، هي حره. فنفترض ان في قاضي، عاده بيبقى قاضي واحد اللي بيحقق. خلاص؟ ده طبقا لاحكام اللائحه، انا ما بتكلمش من عندي. فممكن قاضي بيحقق، القاضي ده استشعر الحرج فبيتنازل ويسيب قاضي غيره هو اللي يكمل من اللجنه. خلاص؟ يعني اللي انا عايز اوصل لك مش لازم اللجنه كلها اللي بتبقى قاعده بتحقق. فهنا ممكن قاضي يستشعر الحرج فيتحقق فيتنازل ويسيب قاضي زميل له في اللجنه هو اللي يحقق. لكن ده لو استشعر الحرج. لكن القصه ما قالوش استشعار الحرج، وبيقولها كده، بيقول ان هو استشعار الحرج، هو ما قالش استشعار الحرج، هو التجاوزات في التطاول في الكلام. ثانيا من كلام اهو ان من بيان اللجنه اللي بيقول كده. خلاص؟ فطيب المهم الكلام ده كلنا مش جديد وحضراتكم عارفين، بقى لنا 3-4 ايام ولا اسبوع عايشين في القصه ديت. لكن الجديد واللي كان مفاجاه ليا ولحضراتكم البيان اللي طلع من اتحاد الكوره. حضراتكم يعني ايه سمعتوا في كل وسائل الاعلام بيقول ان اتحاد الكوره ده ضعيف وانه مش قادر يحمي نفسه، فازاي هيحمي الاعضاء واللجان والكلام ده كله. فاتفاجئنا بالبيان الناري الثوري والقرارات الثوريه اللي طالعه من بيان اتحاد الكوره بتاريخ النهارده الاحد 29 يناير 2023، ولا نتعرف عليه في الفيديو دوت مع بعض. تعالوا نخش في البيان ده على طول ونشوف ده قال ايه. البيان اهو بيقول: أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مجموعة قرارات هامة عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي: عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كمقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية. ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات. إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحق في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات. مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك. تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب وجرى التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس لجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية. الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق
للمنتخب المصري الاول لكرة القدم بعد مراجعة الجهة الادارية الموافقة على تسوية مستحقات الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابقة بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها من الجهة الادارية عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة. يعني شايفين البيان عامل ازاي؟ البيان ان هو رفض الاعتذار. طب عادي، ما هو رفض قبل كده واللجنه علقت على رفضه وشكرته على الكلام ده، بس قالت هي مصره على استقالته. لكن انا مش ده اللي لافت نظري. اللافت نظري من اول هنا خلاص لما بيقول حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية. بعدها ليه بقى؟ ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية. يعني هو بيقول إن ليها كافة الصلاحيات طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات. طب بس كده؟ يعني هي ليها الصلاحيات وقف اتفرج عليها؟ لا، قال ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات. يعني اي قرارات تتخذها ضد مرتضى منصور، ضد كهربا، ضد الاهلي، ضد الزمالك، ضد بيراميدز، ضد اي حد، خلاص هتساند اللجنه ديت طالما ان هو طبيعي ان القرارات بتاعه اللجنه الموقره ديت تصدر طبقا للائحه، خلاص للائحه الانضباط. طيب قال ايه تاني؟ ايقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك. عارف يعني ايه ايقاف التعامل معاه؟ يعني مش هنتعامل معاه تاني، خلاص. وقال ايه تاني؟ إحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط. طب الكلام ده كله لما يروح لجنة الانضباط ما هو أكيد هيتجاز عليه. طب لجنة الانضباط تملك عقوبات تصل لحد الشطب، يعني ممكن تشطب وممكن تخصم نقاط وليها صلاحيات لا تتخيل. هعمل لكم فيديو تاني عن لائحة الانضباط، هجيب لك اللائحة قدام حضراتكم واقراها لك واشرحها لك بالتفصيل الممل. فيها عقوبات كبيرة جدا جدا جدا، خلاص. وليها الصلاحيه انها تحقق مع اي حد، مع رئيس النادي. ما تقوليش لا انا مش لعيب، انا مش مدير فني. لا يا بيه، رئيس نادي يخضع وبنص اللائحه، وهجيب لكم اللائحه بس مش حابب اطول وقت الفيديو ده اكتر من كده، خلاص. طيب لما يجي بعد كده يقول لك مع احتفاظ المجلس بحق في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات. يعني من حق المجلس يصعد لو استمرت التجاوزات دي، يصعد. ده دي حاجات كتير، ده ممكن يصعد للفيفا، خلاص. وممكن يبقى في كلام كتير، وشفنا انديه اوروبيه عالميه حصل معاها ايه بقرارات من الفيفا، خلاص. طيب يجي بعد كده مخاطبه المجلس الاعلى للاعلام بشان التجاوزات الصادره من قناه نادي الزمالك. طيب هتيجي تقول لي يعني طب ما الاهلي اشتكى والمجلس اعمل. لا، ما هو المجلس الاعلى للاعلام لما يلاقي بقى في شكوى من الاهلي وفي شكوى من اتحاد الكوره وفي شكوى من الدنيا كلها، ما انا مش لا، القصه مش هتبقى كده. ثانيا هو الراجل الاجراء اللي قدامه بيتخذه، خلاص. الراجل الاتحاد بيقول لك ان الاجراءات اللي قدامي ان انا اتخذها ان انا اشتكي القناه دي اللي عماله على طول تغلط وتهين وتتجاوز، بشتكيها في المجلس الاعلى للاعلام. امال هشتكيها فين يعني؟ ما هو ده الجهه اللي المفروض هو ليه ان هو رقيب عليها، خلاص. بعد كده قال لك انا هصعد، هبعت بقى للفيفا، هاخد قرارات قانونيه، هرفع قضايا. الله اعلم التصعيد في نيتهم ايه، لكن التصعيد ابوابه كتيره، لكن انا بتكلم على التصعيد في المجال الرياضي انه يصعد للفيفا، خلاص. طيب انا باختصار متفائل جدا، او مش متفائل، مبسوط جدا من الكلام ده. ليه؟ علشان نصلح الكره الرياضيه. اللي بيحصل في الرياضه ده عمره ما هيفيد الرياضه المصريه، بالعكس بيدمر مصر وبيدمر. طب سيبك من الرياضه كلها يا سيدي. انت النهارده لما تطلع شباب، دي اسمها وزاره الشباب والرياضه، لما يطلع شباب النشء الصغير ده لما يطلع يسمع الكلام بالشتيمه وبالبلطجه وبالتجاوزات ويبقى ده وياخد دي القدوه بتاعته، وتطلع يطلع جيل كامل وبل اجيال كامله تتربى على الاخلاقيات دي. طب الناس دي لما تكبر هتربي، هيبقى عندهم اولاد ويربوها، هيربوها على الادب والاحترام اللي احنا اتربينا عليه. فقد الشيء لا يعطيه. اذا كان الجيل اللي هيطلع ده هيطلع هو نفسه ما اتعلمش الادب، يبقى يعلمه لاولاده ازاي؟ فانت بتجاذب بسمعه الوطن، بسمعه الدوله. ثانيا انت عندك مشاكل مع دول كتيره، عملت لنا مشكله. يعني احنا عملنا مشكله مع رئيس قطر ومع كذا حاجه، انا مش عايز اقول اسامي. انا لسه وانا بسجل الفيديو ده مع حضراتكم لسه جاي لي حالا، جاي لي دلوقتي خبر اهو، او تويته يعني على حسابي في تويتر، هوريها لحضراتكم. بتقول ايه التويته قدام حضراتكم؟ بيقول عاجل الاتحاد الجزائري لكره القدم تقدم بشكوى للاتحاد الدولي بسبب سب مرتضى منصور لرئيس نادي وفاق سطيف الجزائري على الهواء.
الله، هو انا لما كل شويه نطلع نشتم في مسؤول في نادي ومسؤول في دوله ومسؤول مش عارف فين ونسب فين وقبل كده واعلامي هنا لما نخسر الاشقاء السعوديين ودلوقتي كلاتنبرج يحطنا في مشكله وبقولها لك هيحطك في مشكله فعلا لما انت بتتكلم عن مش عشان بتتكلم عن المثليه ان انت رافضها، لا كلنا نرفض المثليه طبعا، لكن انت بتتهم بدون دليل، انت بتتجاوز بدون مبرر ولا بدون دليل وبدون اي سند من القانون. خلاص، فالمهم انا مش حابب اطول اكتر من كده، لكن انا يعني حقيقي فعلا انا مبسوط من هذا البيان واتمنى انه يتنفذ. وابسط حاجه او مش ابسط يعني بلاش، خلاص انا هكتفي لحد كده وهختتم كلامي بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال افلح ان صدق، فاتحاد الكوره افلح ان صدق. وبكده نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اذكر حضراتكم مره اخرى بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واختيار امر الكل، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بعمل لايك للفيديو، والى ان القاكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.